تبقاش ليا اختي، بقات متشبته بالحياه، بقات حتى لاخر دقيقه ماتت لسانه مسكينه خارجه هنا لسانه، شفتها دخلت شفتها مسكينه. عينيها خارجين عينيها خارجين اختي، عينيها خارجين ولسانها خارج نجيفات. كيفاش هاد السيده اختي كتهضر في التليفون وكتهضر مع نزار ومع تقواش. يا ربي تصبرني على اختي، يا ربي تصبرني على فاطمه، يا ربي تصبرني على اموله. امال يا زينة الضحكه، هي راه شهيده دابا، امال يا زينة ماتت شهيده. عدد ديال التساؤلات. الحمد لله هادشي ما كتب الله، ولكن الله يرحمهم. كنتمنى ان يعني اننا نكونوا مجهزين ونكونوا كنعطيو الحق الحياه البشريه، ونعرفوا شنو هي قيمه الانسان، ونديروا جهدنا باش ننقذوا اللي يمكن يتنقذ. اضافه لما قالت الحاجه، كيخصها ان هذه الحادثه هذه ما خصهاش تدوز بسهوله. كيخص الناس المسؤولين اللي مسؤولين على هذه الفاجعه، لان ماشي غير الممثله حتى كلهم مغاربه، بالتالي كيخص حساب، كيخص استفسارات، كيخص محاسبه. ما كيمكنش ان نبقاو نسمحوا للمقدم ولا الشيخ ولا القيد ولا المستشار ولا سميتو يلعب بالارواح ديال الناس. كنتمنى ان هذه المساله هذه تتخذ بعين الاعتبار، لاننا ولينا كلنا مهددين. الله يرحم اللي مات. عمرو سقط. باش نقول لك اخويا الله يرحمها ويوسع عليها في هذا النهار. كما قالوا لي انا ميمكنش نضيف، قالوا كلشي اللي خصو يتقاد راه تقاد. خاصنا نديرو بعين الاعتبار هاد الناس اللي كان ممكن يقضوا في النهار الاول او في النهار الثاني وبقاو مساكن حتى داموا الامانه امانته. يعني هذا كيطرح تساؤل كبير. خصنا اذا كان مشكل او كاين خلل او ما كاينش امكانيات او يعني هاد الظاهره خصنا نلقاو ليها حل. ما يمكنش الناس تمشي بها. الله يرحمها. حسن رزقكم واحد. حسن جميعا.